لم يغب عن بالها طول الوقت المعركة التي خاضها والدها، وشجاعته في مواجهة الاعتراضات التي واجهها لتعليم بناته الثلاثة، التي أصبحن الطالبات المصريات الوحيدات التي التحقن بالتعليم المختلط في الجامعة الأمريكية. هو ما زادها فخرا بأبيها، والتي قالت عنه في كتابها حج الروح: أبويا هو السبب في دخولي الكلية، وكان عنده فكرة مهمة عن المرأة ودورها، لدرجة أنه كان بيزعل جدا من فكرة سيطرة المجتمع الذكوري عليها، وكان مناصر للمرأة من الطراز الأول. تخرجت عزيزة من الكلية الأمريكية عام 1942، وجذبها العمل الاجتماعي، وتطوعت للعمل في الجمعيات الخيرية، وبدأت من نادي سيدات القاهرة محطتها الأهم في العمل الاجتماعي، وتعلمت كيفية إدارة جميع الاحتياجات للمجتمع، على خلاف باقي الجمعيات التي كانت قائمة على جمع التبرعات وتقديمها للمحتاجين. ولا ننسى أن كل ذلك قبل عام 23 يوليو وانحيازها للمرأة اجتماعيا وسياسيا قبل الثورة. في عام 45 تزوجت عزيزة دحروج، أو بالأحرى عزيزة هانم، من أحمد بيك حسين، وهو أول سفير لمصر في الولايات المتحدة الأمريكية عقب ثورة يوليو. كان شخصية لامعة في مجال العمل التعاوني والمجتمعي، واعتبرته عزيزة أستاذها، وكان هو النموذج المبهر الثاني في حياتها بعد الأب. وبعد أعوام قليلة وقبل قيام ثورة يوليو بعام واحد، بدأت الانطلاقة الكبرى للزوجين، ووضع أحمد بيك حسين الزوج اللبنة الأولى لوزارة الشؤون الاجتماعية في مصر، من خلال جمعيته التي أطلق عليها مصلحة الفلاح. وانطلقت عزيزة بدعم زوجها للعمل في الريف مع الفلاحات للتعرف على مشاكلهن ومساعدتهن، وأسست أول دار حضانة في قرية سنديون اليوبية، وهي أول حضانة في الريف المصري بالاهتمام وبالأطفال وتحسين صحتهم ورعايتهم. وانتشرت الفكرة في عدد كبير من القرى في ذلك الوقت بفضل السفير عزيزة.